لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لضمان وصول فيديوهاتنا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، وكل الأمة بتاعتنا كلها، المسلمين والمسيحيين كلكم بخير. والنهاردة طبعا انا جاية اعمل لكم صينية الفراخ، البطاطس بالفراخ، طريقة سهلة. طبعا انا عارفة ان الناس كلها عارفينها بتتعمل ازاي، بس طبعا انا هعملها لكم بطريقة سهلة خالص، والمقادير موجودة عندنا في كل بيت. وطبعا احنا طبعا ما تعلمناش بالسهل، لان في بنات صغيرين لسه زي ولادي كده وولادكم ما بيعرفوش يعملوا الحاجات ديت. فاحنا بنقول لهم، ما كانش ايامنا، احنا كمان ايامنا ما كانش في حد بيعلمنا الحاجات ديت ولا بيقول لنا نعمل ايه ونعمل ازاي. كنا داخلين بردك ما نعرفش حاجة. لكن دلوقتي هم دلوقتي كل حاجة طبعا عندهم النت وكده، يجيبوا الطبخة اللي هم عايزينها ويشوفوها، وحاجات سهلة قدامهم. فهنوريكم اسهل حاجه في صينيه البطاطس. معانا البطاطس اهيت، كيلو بطاطس، معانا فرخه مقطعاها اهيت، معانا بصل جوليان، معانا توم، فصين توم صغيرين متقطعين، معانا قرن فلفل رومي، معانا البهارات بتاعتنا: ملح، فلفل اسمر، بابريكا، بهارات فراخ، حبه شطه صغيرين، كمون وفلفل اسمر. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. الصينيه اللي احنا هنعمل فيها، معانا البصل بتاعنا الجوليان، هننزل بيه كده، والثوم بتاعنا كده. هجيب البهارات بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها: كمون، فلفل اسمر، بابريكا، ملح، بهارات فراخ، حبه شطه صغيرين. هنحط كل البهارات ديت، هنقلبها كلها على بعض. هناخد نصها نحطه على البصلايه كده، وندعكها حلو قوي كده، وهنسيبها كده. وبعد كده هناخد الفراخ بتاعتنا، بعد كده هجيب الفراخ بتاعتنا على البهارات النص الباقي، وهاجي جايه حاطه عليها كده، ومقلباها كلها كده، تشرب كلها من البهارات بتاعتنا ديت. هكون محضره بقى معايا طاسه او صينيه فيها ماده دهنيه. يلا بينا، ادي الماده الدهنيه بتاعتنا. خلاص كده، اخد الفراخ بتاعتنا اديها صدمه، قبل ما الفراخ بتاعتنا تاخد الصدمه بتاعتها على النار، هكون مجهزه طبعا الصينيه اللي انتوا شفتوها ديت بالبصل بالبهارات. هنزل عليها بالبطاطس، وعندي الفلفل بتاعي اللي انا مقطعاه زي ما انتوا شايفينه كده. عندي طماطم مقطعاها، هحطها بردك كده. نرجع بقى نشوف اللي على النار بتاعنا. الفراخ بتاعتنا اتبلت كده كده، قلبنا الفراخ بتاعتنا اهي، بصوا كده اللون الذهبي ده كده. الريحه بتاعتها خطيره للبهارات اللي احنا حطيناها، مخليه الريحه طالعه تجنن صراحه. هنطفي عليها بقى ونحطها على صينيه البطاطس. وكده حطينا الفراخ زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بقى بالصلصه بتاعتنا، صلصه الطماطم اللي احنا عاملينها. وكده صينيه البطاطس بتاعتنا بالفراخ جاهزه. هنحطها في الفرن بتاعنا ونرجع لكم تاني. البطاطس اهي بعد ما طلعت، صينيه البطاطس بالفراخ بعد ما طلعت من الفرن زي ما انتوا شايفين اهي، بألف هنا وشفا.
يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، واللي ما شافش قناتي واول مره يشوفها يفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.